يسبقه. توقعات دكتور احنا مش هنعرف ناخد كل برج بالشكل ده عشان وقتنا. ده اللي بقول سبوت جميع مجالات. طيب اقوله من غير التوقعات الشهريه؟ من غير توقعات شهريه. ده دوبا بقول سطريه بس مهم. يعني لازم مجالات مفصله وفي نفس الوقت مش تطويل. يعني هو يعني قول لي بس على المستوى العاطفي والمادي والصحه. طيب ماشي حاضر. بالنسبه لمواليد برج الجوزاء، برج الاتصال والانقسام والتساؤل، هو برج هوائي بيحكمه عطارد. هوائي. طبعا. هو فيه هوائي وترابي؟ الهوائي الجوزاء والدلو والميزان، الترابي العذراء والثور والجدي، الناري الميزان هوائي؟ هوائي الميزان والجوزاء اكتر الابراج ذكاء، لكن الميزان يبان عليه السذاجه، هو ذكي بس يبان ان هو ساذج. اما الجوزاء فهو ذكاؤه حاد لكن عنده شبيه الشيزوفرينيا او يعمل قرار وينقضه بس عن اقتناع. هي مش شيزوفرينيا مرضيه لكن هو عنده لان هو برج الاتصال والانقسام في نفس الوقت. بالنسبه لتوقعات المواليد برج الجوزاء العام الجديد، العام 2016 هو العام المثالي لاستكمال المشاريع المعلقه خلال الاعوام السابقه. حاجات مختصره. على مستوى الحب الحياه العاطفيه ستكون مضطربه، هو اقل الابراج حظا عاطفيا وشخصيا خلال العام الجديد. على مستوى المال سيجدون حل لجميع مشاكلهم النقديه خلال العام الجديد. على مستوى الصحه سيكونوا بصحه ممتازه طوال العام. بالنسبه لتوقعاتي لمواليد برج السرطان العام الجديد، هو اكثر الابراج روحانيه واكثر الابراج ارتباطا بامهاتهم واكثر الابراج تكلما او تحدثا عن المال. كلمة الفلوس على لسانه، مش بخيل لكن انا وديت فلوس جبت فلوس. واكتر الناس اللي مرتبطين بامهاتهم واكتر الابراج روحانيه. طب قول لي وقت الميلاد بتاعهم ايه من ايه لايه؟ بيبقى شهر 7. ما هو في شهر 7. اصل في الابراج بيبقى داخل عليها شهرين، يعني مثلا ارتباطه بامه يبقى شهر 8 مثلا بيبقى داخل فيه الاسد والعذراء، فهو شهرين داخلين مع بعض. مثال يعني ارتباطه بامه ازاي في الشبه ولا ارتباطه بامه في العلاقه؟ ارتباطه روحانيا ووجدانيا وعاطفيا. عاطفيا مرتبط بأم اكنه ماسك في ديلها كده. يعني ما يقدرش يفتري عنها بعكس الابراج الثانيه. بالنسبه لمواليد برج السرطان سيكونون متفائلين وواثقين من انفسهم خلال العام الجديد. على مستوى الحب والعاطفه عليهم ان يكونوا حذرين حين الدخول في علاقات عاطفيه جديده. على مستوى العمل والمهنه حتى اكتوبر، بدايه من العام حتى اكتوبر 2016 عليهم ان يعتمدوا على التعاون والتنسيق مع زملائهم في العمل لتحقيق اهدافهم. على مستوى الصحه تتطلب الاداره السليمه. ابتداء من اول السنه سيكون لديهم كثير من المحركات لحضور مختلف الانشطه، لكن عليهم ان يكونوا حذرين حول صحتهم ما بين مارس ويوليو 2016. طيب اللي بقى بالنسبه لتوقعات البرج الاسد، هو برج الكبرياء والقياده وتفعيل الانجازات، ملك. عشان كده الاسد ده 11 2 اسدين شهر 7 وشهر 8 داخل في شهر 7 وشهر 8. وبالتالي الاثنين اسدين ما ينفعوش يتجوزوا من بعض لان الاثنين ملوك، الاثنين يناطحوا بعض، الاثنين عندهم كبرياء فظيع. صحيح. والاسد ما ينفعش مع اسد والاسد ما ينفعش مع عذراء. لان العذراء تحديدا هو برج النقد، ينقد ساعات نقد جارح وبيهتم بالتفاصيل فما ينفعش مع اسد. بالنسبه لتوقعاتي لمواليد برج الاسد العام الجديد، العام الجديد كوكب المشتري جوبيتر الساعد الاكبر متواجد في برجهم، وبالتالي سيكون العام الجديد عام سعيد عليهم وسيكون فيه حل لجميع مشكلاتهم السابقه. على مستوى الحب والعاطفه لديهم العديد من الفرص لعلاقات حب جديده في العام الجديد. شراكات الاسد شراكات جاده ما بين اغسطس ونوفمبر. على مستوى العمل سيشهد العام الجديد دعم من رؤساء الاسد، في الموظفين الاسد سيشهدون دعم من رؤسائهم. على مستوى الماده والمال عليهم المزيد من الاهتمام لاداره اموالهم وتحقيق التوازن ما بين النفقات والايرادات. على مستوى الصحه للاسف الصحه سوف تكون دقيقه خلال الاشهر الاولى من السنه. بالنسبه لتوقعاتي لبرج العذراء، برج التحليل والنقد والاهتمام بالتفاصيل. اغلب الكتاب اجازا كريستي، حسن هيكل، كتاب كبار، ليو تولستوي، كلهم عذراء لانه بيحكم كوكب عطارد كوكب التفكير. بالنسبه لتوقعاتي لمواليد برج العذراء العام الجديد، العام الجديد هو الفترة المناسبة لرفع الوعي الذاتي والإبداع. عليهم أن يكتشفوا قدراتهم الخفية، سوف يضطرون إلى تغيير بعض الصفات الشخصية التي تشكل عائقا أمام النمو الخاص بهم، وبحلول منتصف العام سوف يتخلصون من العلاقات الغير جدية. على مستوى الحب سريعا النصف الأول من السنة سعيد جدا. على مستوى العمل يمكنهم أن يبدأوا مشاريع جديدة، هناك أرباح وهناك يعني فرص كبيرة جدا من أعلى الأبراج حظا العذراء العام الجديد. على مستوى المادة لديهم الحكمة لإدارة أموالهم بشكل جيد. على مستوى الصحة حيوياتهم ستكون رائعة خلال بداية العام.
طيب توقعات البرج الميزان. ايوه الميزان بقى. الميزان برج التناوم والتوازن والاستجابه. اغلب الدبلوماسيين زي مثلا السيد عمرو موسى الدبلوماسيين حول العالم ميزان، برج السلام والتوازن. برج الميزان طبعا كان عندهم مشاكل من 2008 حتى 2013 2014 لتواجد كوكب زحل في برجهم، البيت الاول بيت النفس، وبالتالي الان من 2013 2015 برضه 2013 بدايه من 2000 هو من الكواكب العلويه بياخد وقت طويل لحد ما ينتقل. بدايه من 2013 14 انتقل للبيت الثاني، وبالتالي تحول من النحس الى السعد وبدا يساعدهم، يتحول من نحسه الى سعد، بدل ما كان مشاكل عقبه بدا يساعدهم في العمليات الماليه. فهيلاقوا من 2014 تقريبا ان امورهم الماليه تحديدا بدات تتحسن. توقعات البرج الميزان العام الجديد يجب عليهم استخدام قدراتهم الابداعيه. العام الجديد على مستوى الحب سوف يكونوا قادرين على جذب شركاء جدد. العام الجديد على مستوى العمل والمهنه، العام الجديد هو عام مثالي لبدء مشاريع جديده، عليهم ان يكونوا اكثر ثقه اثناء تنفيذ اهدافهم، لكنهم سيجدون مقاومه من زملائهم في العمل. على مستوى الماده لديهم مساعده من كوكب المشتري. على مستوى الصحه سنه رائعه بالنسبه لمواليد الميزان صحيا. بالنسبه لتوقعات البرج العقرب، برج الخفاء والنفاذ والكثافه، يحكم بلوتو اشتراكا مع المريخ. برج العقرب العام الجديد العام الجديد سيكون حافلا بالانجازات على الصعيد الشخصي تحديدا. سوف يكون هناك فرص لاجراء التغييرات الضروريه والمضيه قدما في الحياه. على مستوى الحب والعاطفه ستكون هناك تغييرات كبيره في حياتهم العاطفيه ما بين فبراير ومايو 2016. على مستوى العمل يجب الا يحاول مولود العقرب فرض افكاره على شركائه، ويجب عليه انجاز الامور من خلال التعاون مع زملائه خلال السنه. على مستوى المادة سوف يتغلبون على المشاكل النقدية بثقة. على مستوى الصحة حيواتهم تكون جيدة حتى يونيو من العام 2016، لكن عليهم أن يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم النصف الثاني من العام. بالنسبة لتوقعات البرج القوس، برج البحث والاستكشاف، يحكم المشتري كوكب السعد. كان لحد السنة اللي فاتت لحد شهر 10 كان عندهم ضربات بداية من شهر 11، والسنة دي حظهم عالي جدا لاستقامة كوكب المشتري في انت قلت الميزان هينال دعم من المشتري مادي من يعني كوكب إيه؟ المشتري. يعني اولا الميزان، اولا كوكب المشتري قلت لحضرتك ساعه ميلاد الانسان الهيئه الفلكيه بتتوزع فيه كواكب. كوكب المشتري 2016 معدي، دي تقنيه اسمها الترانزيت، احدى تقنيات التوقع لسنه معينه 2016 2020. 2016 معدي على الهيئه الفلكيه لميلاد بتوع الميزان اللي هو بالنسبه لهم البيت الاولاني، وبالتالي بيدعمهم لان الفينوس الميزان بيحكموا الزهره، فالزهره بتتصل اتصال سعيد 2016 تحديدا مع المشتري السعد الاكبر، وبالتالي بيديهم سبوت. لما يعدي كوكب نحس تاني يديهم نحس، وهكذا. ما دي الكواكب اسمها تحويلات وبتعدي على بعض، دي تقنيات فلكيه اعمق واشد تفصيلا من الابراج. بالنسبه لتوقعات البرج القوس، القوس ده اخر برج؟ لا طبعا القوس التاسع، لسه 3. لسه 3. سريعا كده، برج القوس سوف يرون تغييرات ساحقه على جميع الاصعده خلال العام الجديد. على مستوى الحب والعاطفه، الحياه والحب والعلاقات العاطفيه ستكون مضطربه مثلهم مثل الجوزاء. على مستوى العمل والمهنه، المهنه ستهيمن على جوانب اخرى اغلب فترات العام. على مستوى الماده احوالهم الماديه ستكون رائعه. على مستوى الصحه الحياه ستكون شاقه خلال الجزء الاول من العام. توقعات البرج الجدي، برج الطموح والتحكم والوزانه. يعني هو حتى المستشار عدلي منصور كان برج الجدي، فتلاقي في وزانه، في طموح، في تحكم. سوف يستعرضون اهدافهم في الحياه ويشكلون استراتيجيات جديده لتحقيقها. على مستوى الحب والعاطفه، العام الجديد هو عام مشجع في مسائل العلاقات الشخصيه والعاطفيه لمواليد الجدي. على مستوى العمل، السنه الجديده تحتاج الى التركيز على الاستقرار العاطفي والعلاقات المتناغمه مع زملائهم ورؤسائهم في العمل. على مستوى الماده، في فرص ماديه جيده للجدي الفتره من مايو حتى اكتوبر من العام الجديد. على مستوى الصحة حيوياتهم ستكون رائعة وممتازة خلال النصف الأول من العام. البرج قبل الأخير دلو، برج الثورة والانقلاب والاستقلالية، بيحكموا كوكب أورانوس. بالنسبة لتوقعات مواليد برج الدلو العام الجديد 2016، هو الوقت الأمثل لبناء علاقات اجتماعية جديدة وتكوين علاقات جديدة. على مستوى الحب، العلاقات بين الزوجين الدلو والويدي ستكون متناغمة خاصة ما بين مارس ويوليو، والدلو اكتر الابراج حظا فرصه مش متزوجين ان هم يتجوزوا السنه الجديده. على مستوى العمل والماده، هذا العام هو المثالي لبدء مشاريع جديده. على مستوى الماده، الجزء الاول من السنه مناسب لتحقيق اهداف ماليه فوريه. على مستوى الصحه، الاشهر ما بين ابريل واكتوبر سوف يتطلب كثير من الطاقه نحو العمل والمهنه. اخر الابراج الحوت، اطيب الابراج الاخلاص والتفاني والتضحيه، برج مائي، وكانوا في مشاكل كتير لكنهم وخاصه الماديه
لكن العام الجديد اتحلت كل مشاكلهم. هو من اكثر الابراج حظا هم من العذراء العام 2016. العام الجديد سيقدم الكثير من فرص النمو في الحياه لمواليد برج الحوت على مستوى الحب والعاطفه والعلاقات الشخصيه. جميع المشاكل التي شهدها مولود الحوت في العلاقات العاطفيه سوف تتلاشى خلال العام الجديد، وارى علاقات جديده يمكن ان تنشا ما بين مارس ويوليو. بالنسبه للعمل هو الوقت المناسب العام 2016 لبدء مشاريع جديده. على مستوى الصحه صحتهم ستكون رائعه على مدار السنه، ولكن بين ابريل وسبتمبر هناك مشاكل عاطفيه قد تخلق اضطرابات صحيه بسيطه. الحقيقه دكتور احمد شاهين، يعني انت بصراحه يعني في معظم الابراج انت قلت ان الاحوال الماديه هتتحسن، ده يمكن الناس كلها منتظره حاجه زي كده في 2016. تمام بس برضه ده بشكل عام ده ينطبق بنسبه 70%، لان هناك عوامل فلكيه اخرى مثل تاريخ ميلاد الانسان تحديدا وبالتالي فان التوقعات دي تصدق بنسبه 70%. طب دكتور قبل ما اختم مع حضرتك، هل في كواكب اختفت يعني في المجره؟ في حاجات ظهرت لكن كانت متواجده زي حمل الثعبان او الفيوشن اللي هو البرج الثالث عشر. هو التقسيم اساسا كان بطليموس لما وضع تقسيمه في القرن الثاني قبل الميلاد كانوا 13 برج، وبعد ميلاد المسيح لان التقويم الميلادي خاطئ، التقويم الجولياني اللي هو عاملينه خاطئ، قعدوا يلصموا يجيبوا، بدليل ان فبراير ساعات سنه كبيسه وساعات سنه بسيطه، ساعات 28 وساعات 29 السنه، والله بعكس التقويم القمري العربي الاسلامي صحيح. اما التقويم الميلادي فهو خاطئ، بيلصموا يجيبوا هنا ويجيبوا هنا، وبالتالي في السنوات مش كامله، فكانوا 13 سنه كان 13 شهر، وبالتالي شالوا دايما عشان يتناسق مع الابراج، لكن ما فيش حاجه اختفت، ربنا خلقها من الاف السنين، فالانسان اللي بيشيل ويحط. الحقيقه دكتور احمد شاهين، انا بشكر حضرتك على استعراض الابراج، واتمنى ان شاء الله تكون سنه سعيده على كل الناس، على كل الابراج باذن الله. بشكر الدكتور احمد شاهين عضو الاتحاد الامريكي الفلكيين ونوسترداموس العرب وعالم فلكي، شكرا لك، كل سنه وانت طيب. مشاهدينا، احنا كده وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من صباح المحروسه، يا رب يكون صباح كل يوم عليكم سعيد، ويا رب ان شاء الله كلنا نبقى في 2016 نحقق كل امانينا وناخد دروس مستفاده من اللي حصل في 2015. ادخلوا السنه الجديده بتفاؤل، انسوا كل الاحزان وحاولوا تعيشوا شويه وقت حلوين كده مع اصحابكم مع اولادكم، يعني اطفوا الالوان على الحياه، ان شاء الله تكون افضل. صباح الخير.